اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت المحلي اللي بيوصل لكم فيه الفيديو. على فكره مش هو اللي هيسجل الفيديو خالص، هو عمل الفيديو وخضني دلوقتي حالا. ايوه انا قلت مسبق واصبع عليكم، انا اهم حاجه عشان هي مرمطتني معاها في الروتين ده. لا انا الاول حاجه هقول لكم ازيكم عاملين ايه، يا رب دايما تكونوا في خير وفي صحه وفي سعاده يا رب كده، ويبعد عنكم اي حاجه وحشه، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له يا رب كده. بتمنى كده لو الفيديو عجبك تشتركي عندي كده في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. تمام. طبعا الناس اللي تسال فين علامه الاشتراك يا جماعه، تحت الفيديو على طول علامه باللون الاحمر دوسي عليها تبقى عملت اشتراك. كمان بقى هيطلع لك كده جرس، زي بكتر خيرك لو دوست على الجرس عشان اي حاجه بنعملها توصل لكم. اضربوا الجرس قوي عشان يرن كده نسمعه. واهم حاجه برضو ان انت تدوسي اللايك عشان الفيديو بتاعنا كده يطلع وناس كتير ايه تشوفه. كومنت بقى حلو يعرفك ان انت موجوده، ان احنا يعرفنا ان انت موجوده معانا. تمام. طبعا ده الفيديو اللي هو احنا كنا بنصرمك فيه الكسر. طبعا محمد نزل لكم فيديو امبارح مش عارفه كان بيتكلم فيه، الفيديو عباره عن جبنا المبلطاتي وعملنا مش عارفه ايه ولازم التشجيع جامد. شكرا كل حبايبي وحبايبي اللي شجعونا وادونا اللايكات. ما خربت بيتي في الفيديو اللي فات. لا والله هو بص يا الدنيا فتحت، بس احنا كنا يعني يا جماعه كنا ناويين ان احنا ايه بنصرمك حته، انا مكان يعني كنت بحط فيه حاجات ليا، فانا حبيت ان انا ايه اعمله، كان في كسر عندي فحبيت ان انا اصرمك بالكسر دوت المكان دوت يعني، لان كان فيه يعني ايه فيران بعيد عنكم كده يعني بياكلوا لي الحاجات بتاعتي، فقلنا نقطع الشك باليقين وايه ونعمل كسر السيراميك دوت نستخدمه بدل ما هو مرمي كده ملوش لازمه. فاحنا حبينا ان احنا نستنفع بحاجه بدل ما نرميها في الشارع او نرميها في الزباله او كده، نعمل بيها حاجه مفيده. تمام. بس بقى تكلفني بقى، بس عايزه اقول لكم بقى ان الفيديو ان حوشت جنيه دفعت قبله 100، عايزه اقول لكم المكان دوت فتح عليا فتحه مش عايزه اقول لكم، ودهول الدنيا دهوله مش عايزه اقول لكم برضه، لدرجه ان انا ما كنتش عارفه ابدا منين ولا اروح فين ولا اجي منين. يعني احنا كل الشغل بره في الشقه تحت عند ماما، يعني بره الشقه خالص، تحس ان الشغل ما كانش بره الشغل كان على السرير بتاع النوم نفسه. يعني عايزه اقول لكم ان كل حاجه كانت على السرير، رمل تحطي ايدك تجيبي رمل من على السرير، يعني كانت مرمطه يا جماعه والله مرمطه. احنا وعيال والاولاد وجوزي يعني كنا بصراحه متبهدلين والله، الدنيا كانت متبهدله قوي 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 قوي. لا وسابتنا عماله انا ارتب بره وقلت لي انا اخش انضف يا بنتي ثلاجه دلوقتي مش وقت. انا حبيت ان انا ابدا بالثلاجه مش لحاجه، انا قلت ابدا بكل حاجه. بص انا عملت تنظيفه كاني بعمق فوق ما تتخيلوا، كاني بعمل العيد والعيد اللي بعد العيد والعيد اللي بعد العيد كمان. تمام. مع ان طبعا مش هنعمل العيد اللي بعد العيد والعيد اكيد يعني كلنا بننظف كل يوم، بس عملتها بعمق شويه وتعبت والله قوي انا عايزه اقول لكم طلعت اليوم دوت، كنا يوم الخميس يوم الاربع ده كان يوم الاربع، يوم الخميس دوت انا طلعت اليوم نهار صاحيه ما نمتش والله العظيم ما نمت، وكمني ما حدش بيساعد معايا وكده يا لهوي بعد ده كله تقول لك ما حدش بيساعد معايا يا جماعه والله ما كانش تقولوا لها انت مفتريه. انا عايزه اقول لكم ان والله مفتريه ده كله ما حدش يساعد معاكي يا مفتريه. يوم الخميس يا جماعه كل شويه يخرج يقول لي اعمل معاكي ايه، هو العمايل كتير يعني نفض شيل ايه مسح اعمل اي لا يقول لي اعمل معاكي ايه ويخش يقعد جوه شويه ويخرج تاني يقول لي اعمل معاكي ايه، وايه اللي اعمل معاكي ايه اللي عايز يعمل حاجه. مش بقول لك ترتبي الثلاجه ازاي؟ لا ما ركبتلكيش في الغرفه يا سلام يا مفتريه وده شغل كبير عليك يا كبيره، كبير عليك يا كبير. المهم بقى يا جماعه دوت والله يعني احنا بصراحه تعبنا والله في اليومين دول قوي وبهدلنا فيهم، بس الحمد لله كده عملنا اللي احنا نفسنا فيه ونظفنا الدنيا وعملنا الحاجات اللي ما كانش لها لازمه عملناها، ظبطناها وصرمكنا الاماكن اللي احنا عايزينها. كمان عملنا عند شقتي اي نعم مش حاجه قيمه قوي، بس في كلتا الحالات دي نظافه وحاجه سهله ليكي وحاجه هتبقى حلوه ليكي بعد كده، يعني احسن من ما كانت الاول على اللي هو الاسمنت.
تمام. اكيد طبعا ده مش حاجه الزمن يعني، هنعمل تاني واحسن من كده، بس ايه اللي هو ايه كنظافه، كتغيير وكنظافه مش اكتر من كده. تمام. بس انا بقى كل اللي طالباه منكم ان لو انت وصلت في الفيديو لحد هنا كده تنزلي الشركه عندي. عايزه اقول لكم بقى كده، بص بقول لكم انا نظفت التلاجة كلها من فوق ومن تحت ومن كل مكان. بقول لكم دوسي لايك على ما انا نظفت التلاجة، لان والله العظيم انا فعلا الفتره دي تعبتها قوي. مش عايزه اقول لكم برضه ان انا مقصره معاكم طبعا في الفيديوهات وبعض الاوقات محمد اللي بيطلع، لاني والله غصب عني بجد والله. يعني احنا الفترة دي فترة يعني ايه الحمد لله الحمد لله، يعني الواحد بيبقى ايه ساعات اغلبية الوقت تعبان يعني. الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل حال. انا احسن طبعا من غيري بكتير، وربنا يا رب كده يشفينا ويشفي مرضى المسلمين كلهم. عايزكم بقى تقولوا لنا انتوا ترشحوا لنا الفيديوهات اللي جايه نعملها ايه، تحديات ولا فلوجات ولا نعمل اللي انتوا عايزينه احنا بنعمله، بس احنا كل اللي طالبينه منكم وده فضلا وليس امرا طبعا. احنا مش هنجبر حد ان يتفرج علينا ولا حد يدوس لنا اللايك برضو بالامر او كده او يسيب لنا كومنت. احنا كل اللي طالبينه منكم ان لو يعني الحاجه عجبتكم تدوسوا لنا اللايك وتشتركوا عندنا في القناه، وده حاجه طبعا هيبقى شرف لينا، لان وجودكم طبعا دوت كده حاجه كبيره بالنسبه لينا، لان احنا من غيركم طبعا بعد ربنا ولا حاجه. فربنا كده يجعلكم معانا دايما يا رب، وما تبعدوش عننا ابدا ابدا، لان انتوا مصدر سعاده لينا. عليا شويه يا جماعه، كل حاجه تعالى يا محمد اعمل، تعالى يا محمد اعمل. مش هو السند بتاعنا يا جماعه؟ ما تعملي، ما هو انت سندي يا دي النيل. اعتبريني مهاجر، بعد الشر عليك من الهجره، مش بعد الشر عليه من الهجره يا جماعه ولا ايه؟ وبعدين انت المفروض الخفيف عليا والتقيل عليك يا حبيبي. حتى الجزمه اللي جابتها ركب يا محمد، طلع عين ابويا عبال ما ركب الجزمه دي بقى مش عارف لها وش من ظهر والله. جزمه انا عايزه اقول لكم ان احنا ركبناها بقالنا اسبوع ونص اهو مخلصين، بس لسه ما حطيتهاش والله ولا حطينا فيها الشوزات لسه. لو كنت لسه كمان بهدوم الشغل بصراحه انا ركبتها وبعدين حسبتها ما بيني وما بين نفسي كده، كل اللي الشوز بتاعه متبهدل طينه هيجي يحطها فيه، والجو امطار اليومين دول والجو شتاء. استخسرتها لا حطها تحت السلم يا ماما يار لحد الصيف لما يجي. اشهدوا عليها استخسرتها الصيف ما بيبقاش فيه مطره فتبقي تحطها. استخسرتها فينا يا جماعه، ما اقدرش استخسرها، وانا اللي اتمرمطت في تركيبها. بصوا كانت لغز، كان محمد بيحل اللغز هو وميار في الجزمه دي، هما بيحلوا اللغز فوق وانا بمسح تحت. ده القمايه في المكان اللي انا سرمته كسر دوت، وبحاول ان انا انضفه عشان هو عجنها دلق لي اللون يا جماعه، بوظ شكل السيراميك خالص، وانا اللي طلعته وظبطت الدنيا في الاخر. صح مش كانت شورتك؟ انا كانت شورتي. المهم الجزمه ديت انا تعبت فيها يا جماعه، عايزكم تكتبوا لي الجزمه حلوه وتسلم ايدك يا محمد. وتسلم ايديا انا اللي شارياها يا جماعه، عشان انا تعبت قوي 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 يعني. عايزاكم بقى تنزلوا كده تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وشكرا ليكم، ربنا ما يحرمناش منكم ابدا ابدا كده، وتفضلوا معانا دايما منورين علينا حياتنا يا احلى عيله في الدنيا. تشجيع من النار تشجيع من النور. هنا بقى عملت الجزمه بعد ما عزلتني وفك وربط ودقدق وركب، بس طلع شكلها حلو. طلعت جميله جدا على فكره، مش غاليه خالص، ب 65 جنيه، مش غاليه خالص، حلوه وعلى قد الايد، ومش شرط انت تجيبي جزمه فخمه يعني، دي قد غرضها. اشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.